احمد رفعت الله يرحمه قال اسمين هم اللي عارفين القصه كلها، قال نادر شوقي واسم تاني احنا مش عارفينه. فانا شايف ان اي كلام دلوقتي بيحصل اللي احنا بنشوفه في الاعلام ده ملوش لازمه، ما دام يعني ان في حد اتكلم. واعتقد ان احنا ما استفدناش قوي من اللي قاله، لان شايفين اطراف كتير بتتكلم وحاجات ومش عارفين نوصل للحقيقه فين، والاسم تاني احنا مش عارفينه. فانا شايف ان احنا نستنى لحد ما نشوف التحقيق هيحصل فيه ايه، وزاره الشباب والرياضه بتقول عليه، وربنا يرحمه ويغفر له ونعرف ايه الحقيقه فين، او مين المتسبب، او هل في اصلا يعني اخطاء ولا مفيش اخطاء في الموضوع بتاعه ولا لا. لو عايز تعلق على الموضوع يعني. اعتقد في المواقف دي زي ما انت بتقول بالظبط، هو الوقت اكتر حاجه بتجيب لك الحقيقه. يعني كل شويه هيبدا ناس تتكلم، ناس بالظبط. ترد، ناس صح. فهتبدا في الاخر هتبدا تشوف الحقيقه فين. ولكن المشكله واضحه واتضحت اكتر، ممكن تكون بعد مداخله هاني حتحوت الدنيا ظهرت اكتر شويه ان كان في زي سبق اصرار. بس خلي بالك استاذ وليد، ده بس مش يعني مش طرف في الموضوع